الفيلم كله سد وبقى غير هذا الباب هذا ديال العلاقات الجنسيه اللي حيدناه غنوليو حنا الامريكانيين. كي غتولي الحياه عندنا واحد جاي داخل لقى وحده مع مرته مع واحد، او وحده داخله لقات راجلها مع واحد داخل البيت. اسمحوا لي راه نسيت السوارت وجيت نخدم، سمحوا لنا برزدناكم العام زادوا كرهونا في هذا الحمار، فهمتيني؟ هاد كنا هم شبعانين فكرنا داك الساعه نفكروا في حاجات اخرى، نفكروا في الخيانه ونفكروا في هذه ونفكروا في هذه، وبنادم راه ما لاقيش باش يتزوج. عندي شاب ذاك النهار عنده تقريبا شي 15 سنه العام اللي فات، قال لي على القضيه ديال الشذوذ وهذا الى اخره، وهو كان يعاني من هذه الامور هذه. قلت ليه الشذوذ؟ قلت ليه هذا الشذوذ خارج عن الفطره. قال لي لا هذا عادي على جوج رجاله وكذا الى اخره. قلت ليه دوك جوج الرجاله بالمفتيش خلاو المصريين بصريح العباره، الا ينزو احدهم عن الاخر؟ يطأ احدهما الاخر. قال لي قلت له احدهم بفطرته يلعب دور الانثى والاخر يلعب، يعني اصل الامر ذكر وانثى. ما شذ عن هذه القاعده فهو غير طبيعي. هذه ما كاملاش واحد 6 شهور، تقرير علمي زلزل الاوساط العلميه. لا دخل للجينات بالشذوذ الجنسي، لا دخل للجينات، ذاك لو جين هوموسيكسويل ولو جين كريمينال ولو جين لا لا لا، قال لك لا دخل للجينات بالشذوذ الجنسي. ما بعيدش، هذا اخر ما توصل اليه. حنا بغيتو تهضروا بديك الهضره ديال دوك الناس، حنا نهضروا بالهضره ديال دوك الناس. هذا تنوير. رجل ياتي للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله، قال له وجدت امراتي مع رجل، ماشي في الزنقه في الدار، وماشي تقرا عليه القران، يعني في حالة معصية تلبس أو تعري إن شئت. فكيقول لي النبي عليه الصلاة والسلام إما أربعة شهداء أو حد في ظهرك. كيقول لي يا رسول الله رأيتها بعيني وسمعت بأذني. كيقول لي إما 4 شهداء أو حد في ظهرك. قال لي يا رسول الله يجد أحدنا ما إن تكلم به حد في ظهره 80 جلدة، وإن صمت عليه صمت على ما يقطع أوصاله من الغيرة. قال لي 4 شهداء أو حد في ظهرك. علاش؟ حيت هادشي اللي كان من بعد وينزل الله عز وجل بسبب هذه التخفيف في قضية الرجل الذي يجد زوجته في حال خيانة زوجية متلبسة ولا يجد شهداء، دار لهم قضية اللعان، يشهد 4 شهادات والخامسة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات والخامسة. هذا من شرع الله عز وجل وآيات قطعية. إلا ما كانش من هذا الشيء واللي غنطبقوه، كاين عندنا على الأقل القضية ديال الاستلهام في القانون، استلهموا منها وجرموا. تقول لي التنوير يريد إزالة التجريم على هذه المسألة. كي غتولي الحياة عندنا واحد جاي داخل لقى وحده مع مرته مع واحد، او وحده داخله لقات راجلها مع واحد داخل البيت. اسمحوا لي راه نسيت السوارت وجيت نخدم، سمحوا لنا برزدناكم العام واخا انت غادي في الزنقه ولقيتي اختك في وضعيه مخله بالحياء هي واحد، تهضر معاها تصيفطك للحبس. جيتي انت لقيتي خوك في وضعيه مخله بالحياء مع وحده، تهضري يصيفطك للحبس. بل ولدك وبنتك دخل البيت وتلقاهم في وضعيه مخله بالحياء يصيفطوك للحبس الى دويتي. عن اي مجتمع متنور زعموا يحدثنا هؤلاء؟ عن اي منطق؟ قلت يدعون الى المنطق، عن اي منطق يتحدثون؟ والله لو كلمونا بالمنطق لاجبناهم، لكن لا منطق عندهم ونتحداهم. المنطق ديالهم بغاو التنوير، يدورون على الاشكالات الماديه والاقتصاديه اللي كنعيشوها. زعما ملي غادي نحيدوا التجريم على الزنا والتجريم على الخيانه الزوجيه والتجريم على الاجهاض ونحيدوا التجريم نعم سيدي على العلاقات الرضائيه اللي سموها هما ديال الزنا، صافي البلاد غتولي عندنا بخير وعلى خير. وريونا المشاريع ديالكم في الاقتصاد، وريونا المشاريع ديالكم في التعليم، وريونا النهوض ديالكم بالشباب، وريونا نعم سيدي كيف سنحمي حدودنا، وريونا الازمه مع البوليزاريو باش غادي نفكوها، الازمه ديال الخضروات اللي كتمشي وكيقلبوا لنا الكاميوات جايه اسبانيا، كيفاش غتفكها لي انت؟ الفيلم كله سد وبقى غير هذا الباب هذا ديال العلاقات الجنسيه اللي حيدناه غنوليو حنا الامريكانيين. معلوش الشيطان. صور خوت كما سمعتوا كاع المشاكل اللي عندنا في الحياه ديالنا خلاوها كامله وتيخليوها كامله، ومازال دابا كنسمعوا نفس الشيء. كيخليو كاع المشاكل الاقتصاديه، الطرقان، عروبيه على قدها كامله كتهبط باش تحتج من اجل شي حاجات اللي بساط. الكونيكسيون ما عندهمش، كونيكسيون ما وصلهمش، الماء ما عندهمش،
الطبيب ما كاينش بزاف ديال الامور كيخليو هادشي كامل ويمشيو يهضروا لك غير في كيفاش تعرى المراه وكيفاش نحللوا العلاقات ديال الزنا وزيد وزيد وزيد. هادشي فريمون كيخليك تبقى تسول راسك بعض المرات كتقول بغينا صراحه الله الحدثات صلاح لنا صراحه الله ما كرهناش حتى حنا نوليو عايشين في بلاصه تمشى فيها ما تلقاش الوساخ، بنادم ما يديرونجيكش ما يشفراكش، تمشي للاداره تفك امورك الشنطن، ما يعصبك حد ما يرون عليك الهرمونات ديالو بالرجال بالعيالات، ما تمشيش زعما شي بلاصه تشري شي حاجه يقول لك خونا تقول له لا هذه راه ما عجبتنيش يقول لك اوكي ما عجبتكش راه نوفخ اخر لا كيقول لك وكيفاش ما عجبتكش حنا ما كنردوكش. هادشي كامل حنا ما صالحناش، حنا صالحنا غير حيت ما عندناش مشاكل زعما بما يكفي في هذا الكوتي اقتصادي والاجتماعي وحتى في المعيشه. خاصنا نزيدو حنايا بالخيانه وبسميتو دير ما بغيتي وخلي مرتك دير اللي بغات وما كيهمش لا كارت ناسيونال يشهد بيناتهم الشيطان وزيد هادي وزيد هذا. المهم هذا الشيء منين كتبقى شنو قلت لكم دابا عاد ما كرهناش هذا الشيء حنا نلقاو، ولكن منين كتجيك تلقى عندنا هذه المشاكل كامله متجدره ويجي واحد يقول لك حقا راه خاصنا نتفكوا غير مع هذا الشيء اللي ديال الخيانه وكذا وهذه وخاصنا نحللوهم وما يبقاوش فيهم تجريم وهذا، كتقول ما بغيتش انا هذا الشيء، انا ما بغيتش هذا الشيء، ما عندي ما ندير به، انا مازال ما وصلتش للحريه. هذا الشيء الناس اللي كيطالبوا به باش نكونوا متفقين، انا كواحد اللي عايش برا الناس اللي كيطالبوا به وراه وصلوا للنيفو ديال الحريه في واحد النيفو هربان لدرجه انهم قانطين. واش فهمتيني؟ قانطين عندهم الفلوس، عندهم الصحه، عندهم الماكله، عندهم الحمايه، عندهم الامن، عندهم اي حاجه يمكن لك تتخيلها وصلوا لها، يعني مرتاحين في حياتهم. دونك دابا كيقلبوا على نزوات جداد، كيقلبوا على ذاتهم فين خصها تمشي دو بلوس كو هذا الشيء كامل اللي راه فيه. حنا راه مازال ما وصلناش اصاحبي، راه مازال كتمشي عند ما بغيتش نجبد اشخاص مسؤولين ديالنا والغلاء والروينه، هذا الشيء كامل الحمد لله على كل حال، ولكن مخليين هذا الشيء كامل وكيجيبوا لنا حوايج اخرين والله يدير الشواهد الخير. زادوا كرهونا في هذا الحمار فهمتيني. هاد كنا هي شبعانين فكرنا داك الساعه نفكروا في حاجات اخرى، نفكروا في الخيانه ونفكروا في هذه ونفكروا في هذه. وبنادم راه ما لاقيش باش يتزوج، ما لاقيش باش يتزوج، باغي يتزوج ما لاقيش باش يتزوج، البنات بغاو يتزوجوا ما لاقينش كيفاش يتزوجوا، ما لاقينش بمن يتزوجوا لانه ما لاقينش خدمه. عاد انت تهضر لي على الخيانه وتهضر لي على كيفاش ماشي خيانه، تهضر لي على تحلل هاد اللعيبات وتقادهم وتلوبي جروب من اوروبا ولا جروب من قنت يجي يعطيك من ميريكان يجي يعطيك فلوس لواحد الجمعيه اللي كتلقى لا بليبار ديالها برجوازيات كيجيو يقول لك لا خليهم ياخذوا راحتهم، وحده شدوها في شي حاله متلبسه ماشي حتى تما يجيو يعطيوها الفلوس ويقولوا لها ها انت ديري جمعيه وطالبي بحقوق الحريه الفرديه وزيد 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 اعطي العشاب واعطي الفلان وقول له سير هرطق عليهم بالهرطقات ديالك وشككهم في الدين ديالهم. راه كيقيلوا منشورين في السوشيال ميديا ما كاين ما يدار نجمه سته. الدراري البنات خاصنا فريمون نكونوا واعيين في هذه اللحظه ونعرفوا بان حقوقنا اصلا ما وصلنا لهاش، العساك عاد حنا نبقاو نتشبطوا في ذاك الخوا الخاوي ما نطفروه لا هنا لا هنا. فوالا هادشي اللي كاين. هذا الراي ديالي. شنو الراي ديالكم؟ خليو لنا الراي ديالكم في لي كومونتير. واش كتظنوا ان ساهل اننا الحقوق ديالنا البسيطه تحقق على هذا الشيء؟ خليو الراي ديالكم في لي كومونتير. واش هذا الشيء عنده يد برانيه ولا لا؟ تهلاو في راسكم، ما تنساوش دعموا اخوتنا في غزه وما تنساوش صلوا على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وتحياتنا للاستاذ ياسين عمري وبيس. السلام عليكم. وانا كنهضر معكم راه ولدي راه دار لي الطياره راه من الصباح واقف كيفرع في الباب ما خلانيش هزيت وديت المهم عاد جيت عندكم. يلا ما تنساوش ديروا لايك وديروا فولو لاباج وتبارطاجيو الفيديو الماكسيموم. السلام عليكم.